الشيء الجيد انه تصحيح هذه الاخطاء، وشاهدناها اليوم كان تشكيل جيد. اللاعبين اللي شاهدنا منذ البدايه اختياراته كانت ممتازه جدا. بدايه المباراه كانت ممتازه جدا. من بدايه المباراه تسجيل الاهداف، سجل الهدف في الدقيقه 9، تحرر اكثر اللاعبين. نعم. شاهدنا هدف اخر كذلك تقريبا بعد ربع ساعه، حرر مره اخرى، واللاعبون استعادوا الثقه مره اخرى. كانت فرص اكثر، خصوصا اللي اعطى توازن الجهه اليسرى ومع الجهه اليمنى مع لاعبين وسط الملعب. وكما قلت الاضافات الكثيره هي عوده حكيمي وتألق على يعجبني اكثر هو في تغييراته اليوم كان مميز، لانه صحيح. اعطى فرصه لكل اللاعبين. صحيح. سنتوقف الان مشاهدينا مع فاصل، سنعود بعده للحديث عن عدد مهم من الايجابيات للمنتخب المغربي في هذه المباراه. مباراه مميزه اليوم. وليد الركراكي سيقول لكل المنتقدين تريدون النتيجه، ها هي والاداء ها هو. مبروك امين عزيز شيبو، مبروك لكل الجماهير المغربيه. هذا التاهل لان طويت صفحه، يعني كاس افريقيا تو بدات بالنسبه للمنتخب المغربي، لانه الان تدخل على المباريات اقصاء المغلوب. انا اعتقد ان الاداء كان ممتاز جدا. اكتشفنا الاداء الذي كان ينتظره الجماهير، اداء واقناع واهداف اللي كان المنتخب المغربي قادر ان يرفع من منسوب الاهداف. لكن اكيد شهدنا حكيمي اللي دخل في لعب يمكن 20-30 دقيقه، وشفناه حتى وان كان واضح انه ليس جاهز على المستوى البدني، لكن شفناه كان قادر يسجل. صحيح. معنا تمركز حكيمي دائما تمركز مغاير على سائر الاذرع، مع احترامنا للاذرع التي تلعب معنا في المنتخب المغربي. ثانيا انا اعتقد انه شيء ايجابي، شهدنا التغييرات، انه الجوده لدى المنتخب المغربي جوده عاليه جدا. الاساسيين لديهم امكانيات كبيره. اكيد الكعبي انا دائما معجب به للمعلومه تم اختياره افضل لاعب في وهو يستحق ذلك مع ابراهيم دياز اللي كان كذلك جيد. وناحي وان كان معنا في المباراه، لكن وناحي كان جيد في المباراه. الحلول لدى المنتخب المغربي حلول كبيره، شهدنا الطالبي، شهدنا أخنوس، شهدنا العديد من خماش، شهدنا النسيري، شهدنا العديد من اللاعبين اليوم. هذا اللاعبين اللي قادرين أن في المباريات الكبيرة أن الفريق قادر أن يجد التوازن والحلول موجودة. فهنيئا للمنتخب المغربي هذا التعال. وأكيد الآن مباراة تريح قليلا الضغط الموجود صحيح. على الفريق وضغط الجماهير. لابد الجماهير المغربية أن تدفع مع هذا المنتخب وأن تساند المنتخب، والحساب يكون بعد هذا. ومبروك الوليد الركراكي اللي نحن حقيقة قدم أداء ويستحق حقيقة هذا الانتصار، وإن كان في التصريح نوعا ما واضح لي نوعا ما نرفزه قليلا، لكن يعرف اليوم انت تدرب المنتخب المغربي، منتخب كبير، جماهير عريضه، فمن حقها ان تطالبك بالنتائج، والنتائج الان موجوده. وجماهير ترى انه الوقت مناسب، جيل مميز، كوكبه من اللاعبين على الارض وعلى الجمهور، بنيه تحتيه متوفره، مسانده، لكن انصافا كل شيء لوليد انه اكيد الظروف كانت مناسبه، لكن هو المدرب الوحيد الذي اوصل المغرب لنصف نهائي كاس العالم، ويستحق تقدير من الجميع. دون شك. كابتن عزيز، نفس السيناريو الذي تأهل به المنتخب المغربي في النسخه الماضيه ها هو يتكرر. ما يعني انه الطريق لا زال طويلا. طريق لا زال طويل، ولذلك فتكلمت على الجيل، حتى الجيل كاس العالم كان رائع جدا. صحيح. وكان يستحق انه يفوز بكاس افريقيا، لكن ما كان ينقصه ذلك التركيز. شفنا مباراتنا خسرنا امام جنوب افريقيا ب2-0، اضعنا فيها ضربه جزاء. كل هذه الاشياء داخله في التركيز. الوقت اللي كنا ننتظر المنتخب المغربي انه يفوز امام جنوب افريقيا، خسرنا مباراه ب2-0 باخطاء ساذجه. لذلك فالتركيز مهم جدا في مباريات خروج المغلوب. الان صحيح ان هناك بعض المكتسبات ايضا في هذه المباراه، هناك الاسلوب، هناك الاراده، هناك تطبيق بعض الامور. حتى في الكره الثابته شفنا هذا الهدف اللي جاء بكره ثابته، قليل ما سجلنا في الكره الثابته. شوف على الاقل ملعوبه، هناك كره ثابته، هناك يعني توزيع المهام. لكن شفت انا لاعب اللي صراحه ابهرني في هذه الثلاث مباريات هو ابراهيم دياز. صراحه قدم اداء ولا اروع، تاره كجناح، تاره ما بين الخطوط، مكسر الخطوط. هتشوف واحد اللقطه، جبت واحد اللقطه لابراهيم اللي في وسط الميدان اللي كانت راوغ لاعب بواحد الطريقه رائعه جدا وتخلص منه، ثم اعطاه واحد التمريره، ولكن لم يتفوق في التمريره. نتمنى انه يجيبوا تلك اللقطه بالريدبيه او بالعرض البطيء. نعم. والاهم مثل المباريات ان المباراه هذه والاداء جاء قبل
الدخول للمرحلة المهمة وهي مرحلة خروج المغلوب، لأن كنا نحتاج هذه الثقة. يعني الأداء والنتيجة، 3 أهداف، لم نستقبل أهداف، والأداء كان أفضل أداء تقريبا في 3 مباريات. صحيح. تدخل سيطرة على الشوطين. لا، وتدخل دور خروج المغلوب بواحد ثقة، وكنا الجمهور يطمئن بعض الشيء كما قلنا في أداء المنتخب والتغييرات اللي شاهدناها اليوم. كابتن، في ظل التغييرات التي شاهدناها اليوم على المستوى المراكز والأسماء، غالبا المواجهات القادمة سواء في الدور المقبل أو اللي بعده في حال التأهل، احنا شاهدنا مباريات البطولة هناك خصوم على أعلى مستوى بدنيا. ما الأشياء التي يجب الحفاظ عليها والأمور التي ربما وجب تغييرها؟ يعني مثلا شفنا اليوم العناوي مكان مرابط. طبعا هي مكتسبات كثيرة ويجب نبني على هذه المباراة صراحة، لأنه الأداء كان جيد وكل الخطوط كانت متماسكة، ونرى ارتكب أخطاء على مستوى الدفاع كان متماسك. لم نختبر كثيرا ربما. لم نختبر كثيرا، لأن هناك كل ما تقدمت في هذه المرحلة إلا وستواجه منتخبات صعبة. وشاهدنا أمس لو شفت مباراة كوت ديفوار الكاميرون، راه الريتم والإيقاع والقوة والسرعة اللي كانوا بها غير عادي. انا اول مره نشوف هذاك الاسلوب سبرنت مع يوم امس في اخر طبعا لانه 90 دقيقه من اللاعب شنو تحتاج؟ عنده القوه وعنده السرعه وعنده المهاره، يحتاج ملاعب تكون جيده ويحتاج الجو كذلك يكون جيد. وشاهدنا هذا الرسم يعني المستوى صراحه من افضل المستويات ديال النسخ المفرقه على مستوى الاداء. نتكلم عن مستوى الاداء، نبني على هذه الاشياء دائما الحذاري، لانه دائما مباريات المغلوب تلعب على جزئيات تفاصيل، وهي مباراه فيها 90 دقيقه، ممكن تكون اكسترا تايم، ممكن تكون ضربات الجزاء. شيء اخر اللي لازم نشتغل عليه وما عجبنيش تقريبا في 3 مباريات هو احنا ما استفدناش من الكره الثابته. ليس كثير عكس اليوم. اليوم فقط من تسجيل. ولكن كم لما تشوف الحصيله قليل ما استفدناش الثانيه والمباراه الثالثه. اليوم سجلنا من كرتين ثابتتين. لا كانت كره الكعبي الاولى. لا كره ثابته وضربه والثانيه مقصيه. لا مقصيه واحده مقصيه. الهدف الاول كان ملعوب بالجهه اليمنى والجهه اليسرى يدخل بها الزجاجي. القصيه هي الكره الثابته لازم نستغلها بشكل افضل. والكرات والاخطاء الجانبيه اللي ما شاهدنا ما كاينش واحد التفاهم، لكن نتمنى ان شاء الله يكون تركيز على هذه الاشياء، لان هذه الاشياء مهمه جدا في مثل هذه المباريات، لان الجزئيات ممكن لك تحسم لك مباراه من فاول، من خطا، من كورنر. بالتالي نتمنى ان شاء الله دائما التوفيق، ولازم نبقى رجلنا في الارض. وهذا هو سؤالي للكابتن حاتم. ما نفكروش في النهائي، نفكروا في الخصم المنافس اللي غنلعبوا معه يوم في الدور 16 ان شاء الله. يوم السبت، في انتظار معرفه من هو هذا الخصم. فرحه مستحقه بطبيعه الحال، الاحتفال كذلك مشروع بعد النتيجه والاداء. برايك كيف يمكن اداره ما تقدم اليوم على المستوى الذهني والنفسي ليدخل اللاعبون لما هو قادم وما هو أصعب في أفضل الظروف؟ هي مباراة اليوم كانت مهمة. أولا ليست صعبة لأن فنيا المنتخب المغربي غير قادر، لأنه صعبة ما سبقت قبل المباراة من ضغط على المنتخب المغربي، لأنه بعد تعادل مالي كان نوعا ما من انتقاد للاعب، فكان مطالبا مباراة اليوم أن يكون المنتخب جيد ويحقق انتصار، وكان انتصار بإقناع وأداء. شاهدنا حقيقة أسلوب أكثر من جيد، ولم يمنح باستثناء بعض الحالات في الشوط الثاني المنتخب الزامبي. الآن دور خروج المغلوب هنا تلعب على عديد من الجزئيات، منها التركيز دفاعيا. المنتخب لابد أن يكون جاهز على مستوى عالي جدا، كذلك وسط الميدان لابد أن يكون وسط ميدان شرس. اليوم شاهدنا منتخب قوي، كل ما ترتفع المستوى سيكون مستويات أقوى في الدوري القادم، ولذلك التوازن مطلوب بالنسبة للمدرب. ونعتقد أن المدرب كذلك يعرف كيف يتعامل بمثل هذه المباريات بعد الخبرة التي اكتسبها كذلك في كأس أفريقيا الماضية التي خرج منها السابقة، وكذلك أن الخبرة الآن تستدعي من المدرب أن يجهز فريقه على أحسن وجه، خاصة على المستوى الذهني اللي هي كرة القدم تكسب ذهنيا قبل أن نتكلم على المستوى الفني. فنيا المنتخب المغربي لديه إمكانيات كبيرة. مباراة الأمس في دقيقة 92 وفي دقيقة 93 شاهدنا ردة فعل المنتخب الإيفواري من كونتر أتاك، وهذا يعطيك العقلية لدى بعض المنتخبات التي النوعية هذه ستبدأ يمكن من دور ربع النهائي، ستبدأ المواجهات من هذا النوع العالي جدا. الآن هو الشك هل حكيمي سيكون جاهز المنتخب المباراة القادمة أو سيمنح يعني نص ساعة أخرى لكي يكون جاهز، لأنه كي يكون جاهز مباريات الصعبة مباراة ربع النهائي فلا بد أن يكون ذكاء في التعامل مع نجوم الفريق. نعم كابتن عزيز، كنت طلبت لقطة عن دياز الذي قدم
3 مباريات على مستوى عالي للأمانة. نعم رائع. كابتن يوسف تحدث عن إيجابيات نعم وبعض السلبيات منها الكرات الثابتة. برأيك هل هناك أشياء أخرى فيها مساحة للتحسن وجب الاشتغال عليها في الأيام المقبلة؟ لا، هو الانسجام فقط ما بين الخطوط، لأن عندما سوف نواجه خصوم أقوى كنحتاج التلاحم ما بين الخطوط لكي لا هذه الحالة اللي طلبتها. هذه اللقطة، شوف هذه اللقطة اللي جعلت من برايم دياز واحد من اللاعبين اللي كيلعبوا دائما اللي كيدوروا كما كنقولوا بالمغرب كيدوروا في البلاصة. شوف كيف هذه دور في مكانه حيلف واللاعب يمشي لمكان اخر. هذا هو اللي جعلت ابراهيم واحد من افضل اللاعبين في ريال مدريد وقت ما فاز ريال مدريد بالتشامبيونز ليج. عجبتك هذه؟ عجبتني هذه اللعيبه ديالنا. ولكن بعدها علاش يجي في لقطاتها لانه هو نفس الاسلوب حركات. لكن شوف، ولكن اللي عجبني مرة أخرى هو عودة أيوب الكعبي لمكان إبراهيم دياز، يعني تغيير الأماكن دون تغيير الوظائف، وهذا اللي وصلنا لأبعد نقطة إن شاء الله ولما لا النهائي إن شاء الله. هو إبراهيم دياز نفس البنية الجسمانية مع كابتن عزيز. لا اللي عجبني هو المدرب. دعونا الآن مشاهدينا نستمع لما قاله أيوب الكعبي، واحد من أطيب خلق الله على المستوى الإنساني صراحة. الآن كابتن يوسف، خيارات وليد الركراكي باتت متنوعة ومختلفة بعد النقاط التي اكتسبتها عدد من العناصر. نتكلم على المستوى الهجومي الآن، الكعبي بهذه الأهداف بهذا الروح القتالية، إيجامان، رحيمي ونصيري، هل وجب الإبقاء على الكعبي أم أنه لكل مباراة ظروفها؟ هو شوف، أول شيء هو المدرب يبني ولا يعمل على اختيار تشكيلته على طبق المنافس. طبعا انت تحتاج للاعبين الجاهزين طبعا. بالنسبه لي انا الكعبي، لانه اول شيء سجل 3 أهداف، ثقه عنده عاليه، لاعب يسجل لك من شفنا الاهداف اللي سجلها. شيء اخر لانه بغيت نرجع ليه هو الاداء، دائما اداء جماعي. الاداء الجماعي دائما يكون عندك اداء جماعي ينعكس على الاداء الفردي. المباراه السابقه شنو الفرق اللي كان؟ عندما كان حسيت ان حتى على مستوى البدلاء ما عندناش بدلاء جيدين. عندما عمل تغييرات نعم، وغير لم تعطي أكلة. احنا دخلنا في شك بعض الاحيان، يقولوا وين اللاعبين؟ احنا كان عندنا وين البدلاء؟ 3 فرق وعندنا وين الخيارات؟ نعم الخيارات. لكن عندما تبدا بشكل جيد وتختار اللاعبين المهمين واللاعبين وتختار الاسلوب والطريقه اللي تتماشى مع فريقك، لان احنا قبل بدايه البطوله كنا عارفين ان ابراهيم سيكون على الجهه اليمنى، نعم، والزنزوري على الجهه اليسرى. لكن بعض الأحيان يمكن المدرب لم ينجح في اختياراته عندما اعتمد على الصيباري كجناح وسط جناح. والصيباري شاهدناه اليوم قدم مباراة كبيرة اليوم، لأنه الصيباري أول شيء كقوة بدنية، لاعب دائما يحب يكون وسط الملعب ويأتي من الخلف ويكون دائما قريب من المهاجم. أما على الجهة اليسرى تحتاج لاعب سريع، وهذا هو اللي أعطانا اليوم امتياز مع الزنزوري على اليسار. الزنزوري سريع وعندك إبراهيم سريع، الجهه اليمنى والجهه اليسرى يشتغلنا بنفس القوه. نعم. وعاد عندك الاختيار من العمق. انت تكلمت على عمليه الاختيارات، لا ادري مع من سنلعب في دور 16. من ثم سيتم البناء على الاداء اليوم وعلى كذلك استرجاع اللاعبين لياقتهم البدنيه، وثم ان شاء الله كما نقول لي ان شاء الله يكون افضل. نعم. يكون في